اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من الكرة فين يا سعودي. هنتكلم عن مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي في دوري ابطال اسيا في الجولة الثالثة. هكذا نلتقيكم في اطار اسيوي هذا المساء من خلال استاد الرياض. النصر المنتشي بفوزه على الهلال في الدوري واحتلاله الصدارة يسعى لمصالحة جماهيره اسيويا. العالمي داخل المباراة بيحتل المركز الاخير بدون نقاط، اما الزوراء العراقي فداخل المباراة اول المجموعة ب4 نقاط. المباراة اتلعبت في اجواء جماهيرية لكن عدد الجماهير كان اقل من المعتاد، كان نفسي يكون الجمهور اكتر من كده. النصر بدأ المباراة وكان الانسجام غير موجود، لانك تقريبا بتلعب بمجموعة غير المجموعة اللي معتاد تلعب بيها على طول وكأنهم بيلعبوا مع بعض لأول مرة. وطبعا بسبب عدم الانسجام ده تقدم الزوراء العراقي في الدقيقة 12 بهدف مباغت عن طريق احمد فاضل. عمل برشا شعبية وسمعة وكورة لهدف 1-0. لكن النصر بمن حضر. سرعان ما النصر رجع تاني للمباراة وقدر فهد الجميعي انه يجيب ضربة جزاء واحرزها عبد الله سالم. الشوط الاول كورة يمشي فيها سالم ويعدي الارقام. استمر النصر في الضغط وعن طريق ضربة ثابتة قدر يحيى الشهري انه يجيب هدف عالمي. والكورة من يحيى الهدف الثاني. الاخطاء الدفاعيه لنادي الزوراء العراقي هي اللي خرجت الشوط الاول بنتيجه 2-1 لصالح النصر. وبالعناصر اللي موجوده يعتبر الشوط الاول شوط جيد جدا لفريق النصر. ابتدى الشوط الثاني وفي الدقائق الاولى ابتدى الزوراء العراقي في الضغط، لكن بعد كده رجعت السيطره كامله لنادي النصر اللي قدر يسيطر على المباراه وتراجع الزوراء العراقي وكانه ارتضى بالنتيجه. دخول جوليانو عمل حاله حلوه جدا في تنشيط هجوم النصر. جوليانو فرصة الثالث، جوليانو والكرة ملعوبة، ثم التمرير، جوليانو خطيرة، جوليانو! وقدر النصر انه يحرز الهدف الثالث عن طريق هوساوي. والكرة تمشي مرة أخرى خطيرة، والهدف الثالث. آخر ثواني المباراة يأبى جوليانو أن يخرج دون أن يهدف. جوليانو يصنع ويهدف كمان، ما شاء الله عليك يا جوليانو. والهدف الرابع من جوليانو. عشان تنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لصالح النصر ويعود النصر مرة أخرى للمنافسة. مبروك لجمهور النصر العودة للمنافسة. مبروك للنصر. بالأربعة النصر يوهيد حلم الآسيوية. بس هل تفتكروا إن النصر قادر إنه يفوز على الزوراء في العراق؟ هسيبكم انتوا تجاوبوا على السؤال ده. ودلوقتي مع بعض المواقف والطرائف في الكرة العالمية. لو عجبتكم الفقرة دي قولوا لنا في الكومنتات وهنكملها معاكم في الحلقات اللي جاية. وانتر ميلان وهذه المزيونة العسل، هذه القشطة اللي تنتظر بالمدرجات المباراة، ما يحتاج نشوف مباراة، لازم نشوفها بس هي حبيبها وجه تقي الركبة. بس هذه مزيونة، هذه قشطة، اعطوني رغيف خبز خلنا ناكل شوي من القشطة، خلنا ناكل لقمة. الله، هذه بغمزة تطيح 5. في نهاية حلقتنا ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، واشوف وشكم بألف خير.